اهلا وسهلا بكم مع صوت الملعب مع نجم الاهلي بيرسي تاو. بيرسي تاو جاي له عرض من فريق كايزر تشيفز الجنوب الافريقي، لكن المشكله ان بيرسي تاو مش حابب يروح جنوب افريقيا، ان هو عايز يكمل بقيه عقده في الاهلي. على فكره بيرسي تاو من اللعيبه الممتازه وايجابي جدا على الجون، وبيخلص اللعيبه اللي هي بتخلص ما بتفزلكش كتير، وقضى اوقات جميله جدا مع النادي الاهلي. اتمنى ان هو يكمل مع النادي الاهلي. لاعب الاهلي الجميل صاحب الابتسامه الحلوه بيرسي تاو يرغب مسؤول النادي الاهلي من التخلص من الجنوب افريقي. بيرسي تاو لاعب الفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه، وبحسب التقارير الصحفيه فان اداره النادي الاهلي تضغط على بيرسي تاو من اجل قبول عرض كايزر تشيفز الجنوب الافريقي الذي يتضمن حصوله على نص مليون دولار بالموسم، بينما سيحصل النادي الاهلي على 350 الف دولار مقابل الموسم المتبقي من عقد بيرسي تاو. وشددت التقارير على ان اداره الاهلي اخبرت بيرسي تاو بموافقتها على حصوله على 850 الف دولار من اجل رحيله نحو كايزر تشيفز الجنوب، لكن اللاعب تمسك والحصول على بقيه عقد. من الاخبار الهامه للقلعه الحمراء ازمه بين الخطيب وكولر على صفقه الاهلي الجديد. كولر بعد ما هو طلب من الخطيب اللي هو عايز مدافع، الاهلي بالفعل جاب عدد كبير من المدافعين، والاهلي جاب بالفعل عدد كبير من الصفقات. اثار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ازمه خلال الايام الماضيه بسبب الصفقه الاجنبيه خلال فتره الانتقالات الصيفيه، وكان المدرب السويسري قد طلب من رئيس النادي الاهلي ضم مدافع اجنبي يكون الاجنبي الخامس بالفريق بعد رضا سليم وبيرسي تاو ويحيى عطيه وعلي معلول. وبعدما بدأت إدارة النادي الأهلي في البحث عن مدافع خارج الدوري المصري، وبعدما تفاوضت مع أكثر من مدافع أبرزهم المغربي أشرف ثنائي أفريقي، فوجئت بأن كولر يطلب ضم مهاجم بدلا من مدافع، الأمر الذي أغضب. واضح أن كولر جايز مش مركز شوية في الصفقات، لكن الأهلي عمل صفقات ممتازة فعلا جدا جدا. ولازم طبعا اللي أنت مش شرط اللي أنت لازم تركز في الهجوم، لازم كمان تركز في الدفاع. فنتمنى بالتوفيق إن شاء الله لإدارة النادي الأهلي اللي توصل للقرار السليم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.